السلام عليكم يا طباخين، يا رب تكونوا مستمتعين. النهارده بقى هنعمل معاكم احلى دنش. بقول لكم ايه، صلوا على النبي ويلا نشوف المكونات اللي هنحتاجها. هنحتاج كيلو دقيق، وهنحتاج معلقه خميره، وهنحتاج معلقه بيكنج باودر، ربع معلقه سكر، ونص معلقه ملح، وكيس فانيليا، وكوبايتين لبن، وكوبايتين ميه. وندخل بقى على الطريقه. هنجيب العجان بتاعنا ونبدأ ننزل فيه بكل المكونات الجافة اللي عندنا. هنحط كيلو الدقيق، عليه الخميرة، وهنحط السكر بتاعنا والبيكنج باودر والملح، ونبدأ نضرب كل ده في العجان بتاعنا. وبعد ما كل المكونات بتاعتنا اتضربت في العجان، نبدأ نجيب اللبن بتاعنا وننزل بيه على العجين. وبعد ما حطينا كمية اللبن، نبدأ نشوف العجينة اتلمت ولا لأ، ونبدأ ننزل واحدة واحدة بالمية بتاعتنا لحد ما العجينة تبدأ تتماسك. زي ما انتوا شايفين كده العجينة بدأت تتماسك معانا. زي ما انتوا شايفين القوام بتاعها بتلزق، بس ما العجينة ما بتطلعش في الايد، بس فيها تلزيق بسيط. وهو ده القوام اللي احنا محتاجينه. زي ما انتوا شايفين كده هنحطها في حاجة غويطة ونقفل عليها علشان نسيبها تخمر. وبعد كده هنجيب الزبدة بتاعتنا، حوالي كوباية ونص زبدة، ونحط عليهم 3 معالق دقيق صغيرين، ونقلبهم كويس قوي علشان الدقيق يدوب في الزبدة. وبعد كده نشوف العجينة بتاعتنا تكون خمرت، ونبدأ نجيب شوية دقيق نفرشهم على المكان اللي هنفرد فيه العجينة. وزي ما انتوا شايفين العجينة خمرت اهي، هنبدأ ننزلها بالراحة ونبدأ نفردها كويس قوي وبالراحة بإيدينا الأول، وبعد كده نجيب النشابة عشان نفردها على شكل مستطيل. بنفردها بالنشابة كويس لحد ما يبقى سمكها حاجة بسيطة قوي يعني. وبعد كده نبدأ ننزل بالزبدة على العجينة، ونبدأ نفردها كويس قوي بإيدينا عشان تتفرد كويس. زي ما انتوا شايفين كده نفردها كويس قوي على العجينة بتاعتنا كلها عشان بعد كده تبقى مورقة. وبعد كده نبدأ نتني العجينة بتاعتنا اللي فردناها. وبعد ما تنينا العجينة بتاعتنا نبدأ نحطها في التلاجة شوية علشان تخمر تاني. وبعد كده بنطلعها من التلاجة ونبدأ نفردها كويس قوي بإيدينا، وبعد كده نفردها بالنشابة تاني. وبعد كده نبدأ نحط عليها زبدة تاني، نفرد عليها زبدة كلها، نفردها كويس قوي. وبعد كده هنجيب القطاعة بتاعتنا ونبدأ نقطع العجينة زي ما انتوا شايفين كده. وبعد ما قطعنا العجينة نبدأ نلفها. ممكن طبعا تعملوها بقى كذا شكل، يعني مش شرط. ممكن تقطعوها مربعات، تعملوها اي شكل زي ما انتوا عايزين. هنلف كل العجينة زي ما انتوا شايفين كده. زي ما انتوا بصوا شايفين شكلها عامل ازاي بعد ما اتلفت. شكلها حلو جدا. ممكن بقى تحشوا جبنة كمان، انا حشيت جزء منها جبنة ولفيته بطريقة تانية. ممكن بقى زي ما انتوا عايزين تحشوها اي حاجة، ممكن تخلوها سادة زي ما انتوا عايزين. بعد ما لفيناها كلها سيبناها شوية تخمر، بتسيبوها وتغطوها تخمر شوية عشان تنفش معاكم. وبعد كده بندخلها الفرن. طبعا نكون مولعين الفرن قبلها عشان يبقى سخن، وندخلها الفرن. وبكده بعد ما طلعناها من الفرن زي ما انتوا شايفين منظرها عامل ازاي. وطبعا احنا حطينا عليها سكر. وده كده بعد ما حطينا عليها الايسنج بتاعنا اللي هو السكر. وهنزل لكم طريقته في فيديو تاني بكل تفاصيله. طبعا طعمه روعة، طعمه زي الجاز بالظبط. بالعكس الجاز كمان بيبقوا حاطين عليه جزء بسيط من الايسنج السكر ده، وده بيبقى احلى حاجة فيه اصلا. تقدروا تعملوا الطريقة دي جميلة جدا. وده شكل تاني زي ما انتوا شايفين، براحتكم بقى اعملوا اشكال زي ما انتوا عايزين. وبرضو ممكن تحطوا عليها شربات، ممكن تحطوا عليها كاسترد، ممكن تحطوا عليها زي ما انتوا عايزين اي حاجة. وممكن بقى تحطوا لون على السكر، ازرق بقى احمر، برضو بيدي شكل جميل. وبيبقى شكلها تحفة وطعمها جميل جدا. تزينوها زي ما انتوا عايزين بقى زي ما انتوا شايفين كده، وطعمها روعة. وبكده نبقى خلصنا. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير، ولو ما اشتركتوش في القناة اشتركوا في القناة عشان يوصلكوا اي عظمة جديدة بننزلها. شكرا.